السلام عليكم ورحمة الله. معاكم حسام زين في الكرة مع حس. مهم جدا جدا يا جماعة، اللي حابب يشرفنا بالاشتراك اهلا وسهلا، وما تنساش تدوس لايك وشير علشان يعني نقدر نستمر في البث مع حضراتكم. معايا حلقة مهمة جدا جدا، بدعو لحضراتكم اللي انتوا تتابعوها من الاول للاخر، كلها مفاجآت. الحلقة بعنوان 3 صفقات نارية لنادي الزمالك، بقاء اتحاد العار وبريرة، عودة الونش، مد القيد الافريقي، فتوح بياخد 50 مليون جنيه. طب يلا بينا على تفاصيل الحلقة. يلا بينا يلا بينا. بعود مع حضراتكم. في الحقيقة يا جماعة يعني كل الأخبار بتشير لبقاء بريرة حتى هذه اللحظة، وده وإن دل على شيء بيدل على إن ده اتحاد يعني عار لا يستحق البقاء لإدارة الكرة المصرية، متخبط في كل قراراته. يعني بعد ما اعلنوا ان بريرة هيمشي، لا رجعوا في كلامهم تاني. بريرة طبعا يعني دمر منظومة التحكيم داخل مصر. ايضا من ضمن اخبارنا يا جماعة، مودرن سبورت كسب امبارح انبي في الكاس في دور ال 16 1-0 بهدف رزق في الدقيقة 69. والمفاجأة هنا كمان يا جماعة، من ضمن منظومة الفساد داخل الكرة المصرية واتحاد الفاسدين، دور 16 بتلعب من غير جمهور. طب ازاي؟ وبقية الماتشات زي الزمالك وطلائع الجيش اللي هتبتدي من بكرة هتتلعب بجمهور. ايضا يا جماعة من ضمن اخبارنا، دور 16 هيبقى الزمالك وطلائع الجيش، بيراميدز مع الجونة. الزمالك يا جماعة هيلعب بنفس السكواد اللي لعب بيه اخر 3 مباريات، وفي الحقيقة السكواد اللي هو اتغلب بيه من طلائع الجيش. النجوم الكبار لسه هيرجعوا من يوم 26، يعني في الدور قبل النهائي او النهائي. ربنا يستر. يعني انا عن نفسي هبقى مستاء جدا جدا في حالة لا قدر الله ان الزمالك اتغلب. كمان يا جماعة من ضمن اخبارنا المهمة جدا، عودة مستر مكالي البرازيلي مدرب المنتخب الاولمبي بعد ما ادى اداء مبهر مع المنتخب الاولمبي علشان يمسك منتخب 2005. طب منتخب 2005 ده يا جماعة، وده برضو من ضمن المضحكات المبكيات، مسكوا وائل رياض شيتوس. هل دلوقتي انتوا مش مقتنعين مثلا بوائل؟ يا سلام، اخترتوا وائل رياض شيتوس على حد قولكم بناء على معايير من وسط اهم مدربين مصر، وهيشوفوا بقى الوائل رياض شيتوس منتخب مثلا 2010. ميدو كمان يا جماعة بعد ما رحل من قناة المحور واخد في الرجلين معاه محمد بركات، في الحقيقة كانوا يعني عاملين دويتو رائع من اكتر من برنامج في قناة المحور. المفاجأة هنا هو الكابتن خالد الغندور هو اللي هيجي مكان ميدو. المشكلة يا جماعة يعني خالد الغندور مقدم محتوى رائع، ولكن يعني انتماءاته الزملكاوية بتغلب عليه، واكيد طبعا يعني دي قناة مش فئوية فالجميع هيطالبوا بالحياد. ايضا يا جماعة مستر كولر في مفاجأة طلب محلل اداء للاهلي وللمنافسين، وطلب دكتور نفسي. طبعا كل يعني لبن العصفور لو كولر طلبه النادي الاهلي هينفذه، ولكن يعني بالراحة برضه، لان ده بما يعيب النادي الاهلي. لا مشي خالد بيبو، لا مشي سيد عبد الحفيظ، لا هات هنا هات هنا. ودايما النادي الاهلي بيتعامل يعني بتدليل كبير للمدربين الاجانب في حالة ان هم بياخدوا بطولات. النادي الاهلي ما بيقول لهمش لا على اي طلبات. ايضا يا جماعة من ضمن اخبارنا ان الاتحاد الافريقي صفقات نادي الزمالك بن شرقي، مفيش لسه جديد، واقف على تذاكر الطيران من فرنسا للقاهرة، وهيتحجز له في احدى المستشفيات للكشف الطبي. ايضا يا جماعة زيزو ان شاء الله باقي مع نادي الزمالك، وان شاء الله في احتمالية للتجديد 2 أو 3 ولكن
لم احد يعرف ميعاد التجديد حتى الان. الصحفي الكبير عمرو جاب الله المتخصص في اخبار كرة القدم قال يا جماعة جلسة زيزو استمرت مع الكابتن حسين لبيب والكابتن حسين السيد والكابتن احمد سليمان. استمرت الجلسة ل6 الصبح، وكانت فيها طبعا يعني طلب من زيزو ان هو يعوض عن العروض اللي اتعرضت عليه ولكن في حدود المعقول. وقال ان فتوح بياخد 50 مليون جنيه. هل ده خبر صحيح يا جماعة؟ تخيلوا يعني، هل عقد فتوح بالفعل وصل ل 50 مليون جنيه؟ يعني كانت الاخبار اللي طالعه ان هو ما بين 30 ل 35 مليون جنيه. والتساؤل التاني، ليه يا ابني كده؟ يعني انت بتاخد اعلى اجر في مصر يا فتوح. يعني عيب جدا يا جماعه في الحقيقه. طبعا انا مش بتكلم يعني حوادث السيارات قضاء وقدر، ولكن انا بتكلم عن الاهمال. يعني ناديك مديك اعلى اجر في مصر، ما عندكش اي حاجه ناقصاك تخليك تتصرف تصرفات الصغار، تصرفات اللي هم ما عندهمش مستقبل يا جماعه. امال الناس اللي ما عندهاش مستقبل وبتقول يا رب ومتجهه لربنا دي تشرب ايه بقى؟ يعني يشربوا حاجه اقوى من المخدرات. ايه اللي يخليك تشرب مخدرات؟ لان يا جماعه خلي بالكم في تحقيقات النيابه والتهم الموجهه لفتوح احراز المخدرات، يعني لقوا مخدرات في عربيته. شيء عجيب جدا. وكمان يا جماعه السؤال التاني، نادي الزمالك ازاي يدي عقد الاكبر، يعني اكبر راتب للاعب متهور زي ده وكمان كثير الاصابات؟ فتوح نادي الزمالك مش بيستفيد منه الاستفاده الكبرى. يعني من الاخر كده يا جماعه، فاكرين المشكله بتاعته قبل التجديد برضه لما هرب من المعسكر؟ انا متذكر قبل مباراه زد والزمالك على اسرها اتغلب من زد، وكله طالب الكابتن حسين لبيب وطلعوا فرمان عرض فتوح للبيع. يعني كده يحصل لوم وعتاب على مجلس اداره نادي الزمالك. انتوا ليه رجعتوا في رايكم عن بيع فتوح؟ ليه؟ اديكوا اهو راهنتوا على اللاعب ان هو اخلاقه تتحسن وتديله اعلى اجر، مقدرينه يا جماعه اعلى تقدير. وكمان يعني جماهير الزمالك متعاطفه معاك يا فتوح. انا مستغرب ليه سلوك اللاعب مازال في الحضيض. ايضا يا جماعه لو حد يقول لك ان هم وصلوا لصيغه نهائيه مع احمد سيد زيزو وايه هي الارقام بالظبط يبقى بيكذب عليك. وفي النهايه في جلسه احمد زيزو اللي استمرت قرابه ال10 ساعات واستمرت ل6 الصبح، قالوا له خلاص كمل اجازتك ليوم 26/8 وارجع الساحل وبلبط في الساحل من تاني علشان ترجع لنا فريش وتقدر تكمل معانا الموسم الجديد اللي هو هيبتدي ببطوله السوبر الافريقي والسوبر المحلي. وده بيأكد لكم يا جماعه معلوماتنا الحقيقيه عن ان اللعيبه الكبار مش هترجع قبل الدور قبل النهائي، ومنهم زيزو في الكاس. ايضا يا جماعه على عقده موقع القاهره 24 بيقول ايه يا جماعه؟ مصدر من داخل نادي الزمالك بيقول ان نادي الزمالك لن يعلن عن اي صفقه جديده الا بعد الانتهاء من تجديد زيزو. ربنا يستر. في حالة يا جماعة ان شاء الله يعني تعاقد نادي الزمالك مع اهم 3 صفقات اللي هيبقى منهم بن شرقي، ايضا عودة الونش وانا هكلمكم عليها، وايضا يا اما جوناثان لاعب فيوتشر او محمد حمدي لاعب انبي. ايضا مع وجود انباء عن المهاجم لسه مش عارفين المهاجم هيبقى بيتر شالوليلي او مهاجم سنغالي تحت السن. وبالمناسبه بالنسبه لبيتر شالوليلي يا جماعه يعني نادي الزمالك شايف ان الصفقه كبيره لسه ما استقرش. اللاعب داخل على 32 سنه. هيبقى نادي الزمالك اكيد طبعا في حته تانية لو الخطه دي اترسمت صح وجات الصفقات دي بالتخيل اللي احنا بنقوله. لا ولا النادي الاهلي ولا غير النادي الاهلي هيقف قصاد نادي الزمالك. نادي الزمالك هيقدر ياكل كل الفرق. هيبقى فريق مرعب. انتوا متخيلين يا جماعه في الهجوم هيبقى زيزو وبن شرقي ومهاجم. يا سلام بقى لو بيتر شالوليلي او غيره. ويا سلام كمان لو في خط النص طارق حامد وعندك ورا فتوح جوناثان مع عمر جابر مع عبد الله السعيد مع شحاته
مع الونش، لا ده انت هيبقى عندك ضرب نار فريق طلق حي. ايضا يا جماعه من ضمن الاخبار الناس بتسال ايه امتى موعد اعلان الصفقات. الزمالك يعني في الغالب هينتظر حتى انتهاء الكاس علشان مش عايز يأثر سلبيا على اللاعبين اللي هتلعب الكاس، عايز يديهم دفعه كبيره. طبعا يعني كان الاداء سيء في المباريات الاخيره في الدوري الفتره الاخيره. ايضا من ضمن الاخبار يا جماعه نادي الزمالك عودة محمد طارق من الإعارة. نادي المصري قطع إعارة محمد طارق لو تتذكروا، المدافع الاحتياطي للمنتخب الأولمبي، ولعب بعض المباريات في أولمبياد باريس، ولكن لاعب مستواه دون المستوى الحقيقة، ونادي الزمالك بيسوق له للبيع أو الإعارة. أيضا يا جماعة من ضمن المفاجآت المدوية الكابتن الكبير مصطفى يونس، الكابتن التاريخي للنادي الأهلي، كان في عزا رحمة الله عليه ابن الكابتن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي سابقا الأستاذ حسن، ألف رحمة ونور. الصحفيين بيسألوه هل النادي الأهلي بيتجامل مثلا من عامر حسين أو غيره؟ قال لهم النادي الأهلي بيتجامل من كل الدولة، بتشتغل لمصلحة النادي الأهلي. النادي الأهلي هو نادي الدولة الحقيقي، هو إن النوس عين أمه اللي بتجامل من الكل. وده مش جديد في الحقيقه يا جماعه. يعني كابتن مصطفى يونس رغم اهلاويته اللي محدش يقدر ينكرها، متعصب ومجنون اهلاوي، ولكن والكابتن التاريخي طبعا للنادي الاهلي، ولكن في الحقيقه الراجل حقاني بيتكلم بما يرضي الله. ودي حقيقه يعني ما تخفاش عن الكل، علشان اللي يطلع من الاهلاويه المغيبين نفسيا يقول لك لا ده الزمالك هو ازاي، ده الزمالك هو نادي الدوله، ده الاهلي هو اللي مظلوم. لا والله يا حيلتها انت وهو. مين يا جماعه؟ ده الكل بيجامل، عامر حسين بيجامل، رابطه الانديه بتجامل، الاستاذه دينا الرفاعي بتجامل، الاستاذ ثروت سويلم بيجامل، الكل بيتصارع علشان يجامل. الاستاذ جمال علام شيخة محمود الخطيب هو كمان بيجامل. في الحقيقه كمان يا جماعه ان شاء الله محمود الونش خلاص اتحجز له التذاكر لدكتور المعالج المتخصص في المانيا. ليه يا جماعه؟ علشان يديله الراي الطبي المظبوط. هل انت كده تقدر تخش حتى في التدريبات الجماعيه ولا لا؟ محمود حمدي الونش مش عايز يكرر نفس الغلطه اللي فاتت، لان هو ما رجعش لطبيبه قبل ما يخش في التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك، علشان كده رجعت له الاصابه مجددا بالرباط الصليبي، شفاه الله وعافاه. في حاله ان الطبيب المعالج ليه في المانيا يقدر يقول له خش مثلا تدريجيا في التدريبات الجماعيه، ان شاء الله نجيب لكم الخبر الاكيد عن احتماليه رجوع محمود حمدي الونش لنادي الزمالك في المباراه المرتقبه يوم 27/9، حتى لو على سبيل الاحتياطي. كده في الحقيقه يبقى نادي الزمالك عنده صلابه دفاعيه رهيبه جدا مع بقيه اللاعبين اللي احنا لسه ذاكرهم لحضراتكم من الصفقات الجديده، الصفقات المدويه. يبقى نادي الزمالك ان شاء الله في مكان اخر. وفي الحقيقه يعني بالنسبه للونش او عبد الشافي او ايمن حفني او شيكابالا، دي لعيبه يا جماعه بيعشقها ولعيبه تاريخيه في نادي الزمالك، وبتعشقها جماهير نادي الزمالك، لان هم بيسعوا لحب الجماهير مش بيسعوا وراء المال. ايضا يا جماعه احمد حمدي هو الاخر بيكمل اجراءاته للسفر للامارات لاستكمال البرنامج التأهيلي له ان شاء الله. يعني يرجع كده، يعني نقول مثلا بعد بدايه الموسم الجديد على شهر 11، يعني يكون عدى منه شهر. لاعب مهم جدا جدا، ما ننساش عريس الكونفدراليه وبيتقل سكواد نادي الزمالك، وما ادراك ما هو احمد حمدي مع زملائه العظام الكباتن التاريخيه لمصر والزمالك، عبد الله السعيد او ناصر ماهر او شحاته او دونجا او عمر جابر وكل كباتن نادي الزمالك. ان شاء الله في احتماليه كبيره جدا لفسخ التعاقد مع نادي دمك السعودي مع الكابتن طارق حامد، ولكن مسؤولين نادي الزمالك في الحقيقه متخوفين من راتب طارق حامد الكبير. هل يستطيعوا اقناع اللاعب بتقليل راتبه؟ لان كده يعني اداره نادي الزمالك مش هتستحمل كل الخبطات دي، اذا كان
راتب بن شرقي، تجديد زيزو، كمان صفقة المهاجم وصفقة الباك الشمال. فيعني اكيد هيحاولوا مع الكابتن الكبير طارق حامد مسمار خط الوسط في افريقيا كلها. ايضا يا جماعه الزمالك يعني اكيد هو بيسعى هو والاستاذ الكبير ممدوح عباس للتجديد مع عواد، ولكن الخطه البديله في حاله لا قدر الله فشل التجديد مع عواد هي البلعوطي. ايضا يا جماعه الزمالك عرض على اوباما 7 مليون جنيه، واوباما مستني يعني مستقل الراتب، ولكن يعني ده حجمك يا اوباما ما تزعلش، لان ده بيرجع لمدى تأثيرك مع فريق نادي الزمالك ومساهماتك مع نادي الزمالك. فاعتقد ان الراتب ده مناسب لاوباما. في الحقيقة دي كانت كل اخباري مع حضراتكم النهاردة، وانتظروني في بث مباشر خطير جدا الساعة 7 مساء يبقى فيه كل ما هو جديد. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير واشتراك في القناة. تحياتي لكم والسلام ختام.